بيبدأ الفيلم بولد اسمه أندي وهو بيلعب باللعب بتاعته. ودلوقتي أنا هعرفكم على لعبة. ده أستاذ بطاطس اللي بيحلم مع كل هدية تيجي لأندي إنها تطلع مدام بطاطس. الراجل ليه حق يحلم برضه. أما ده بقى هام، ودي بو حبيبة بطل فيلمنا المأمور وودي، وأخيرا وليس آخرا سلينكي، وده طيب جدا وبيحب وودي. وآخر واحد بقى ريكس، هو طيب برضه بس على نيته قوي. ومن كل اللعب دي بقى اللي ذكرتها ولا مذكرتهاش، ودي هو لعبة أندي المفضلة. ده لعبته من أيام الحضانة أصلا، وهو بيلعب بيه كالعادة. ودي بيشوف إن هما هيعملوا عيد ميلاد أندي النهاردة، فأول لما أندي بياخد أخته الصغيرة مولي وبيخرج من الأوضة، كل اللعب بقى بتاخد نفسها شوية وكل واحد بيشوف حاله. أما وودي بقى مبيبقاش عارف يقول لهم الخبر ده إزاي، فبيخلي سلينكي يساعده إنه يجمع الناس من غير ما يحسسهم بحاجة. ودلوقتي وقت الاجتماع، وبيطلع وودي يقول لهم شوية أخبار ملهاش لازمة. وجي عند إن حفلة عيد ميلاد أندي النهاردة، وقالها كده بصوت واطي على الهامش، وحاول يدخل في موضوع تاني بسرعة. بس على مين؟ الكل بيوقفوا عند الخبر ده وبيبقوا مستغربين، لأن أندي عيد ميلاده بعد أسبوع. فبيعرفهم ودي إن أكيد عايزين يعملوها قبل ما يعزلوا الأسبوع الجاي. والكل بقى بيبقى خايف جدا. طبعا الله أعلم الهدايا دي هتبقى فيها ألعاب عاملة إزاي، وممكن في أي لحظة تاخد مكانهم وهم يترموا في الزبالة. فبيطمنهم ودي إن ده مش هيحصل، بس ولا كأنه قال حاجة. أول ما بيشوفوا الولاد جاية وكل واحد معاه هدية أكبر من التانية، كان هيغمى عليهم. فودي عشان يهديهم هيبعت فرقة استطلاع تشوف لهم كده الوضع ايه وايه الهدايا. وفعلا الفرقة ابتدت تتحرك في البيت لحد لما وصلوا لنقطة رؤية كويسة ومخفية في نفس الوقت، وبيتواصلوا مع ودي والباقي اللي بيبقوا قاعدين على أعصابهم. وبتبتدي بقى أخطر فقرة فتح الهدايا. وبطاطس بقى ايه قاعد يدعي ان يطلع له مدام بطاطس، بس لا، الهدايا بقت تتفتح هدية ورا هدية، والحمد لله عدت على خير. انا مش فاهمة ايه الهدايا اللي جايبينها دي. ده في واحد جايب له لفة كباب وكفتة، وواحد تاني ملاية سرير. مش مهم، المهم انها عدت على خير والكل ارتاح. بس فجأة مامة أندي بتطلع هديتها، وقبل ما يعرفوا هي ايه، ريكس من التوتر وقع الجهاز وما سموش هي ايه. واول ما ظبطوه تاني، الفريق كان بيحذرهم ان الولاد طالعين على الأوضة. فبسرعة الكل رجع لمكانه على طول، والولاد طلعوا. واول لما أندي طلع رمى وودي من على السرير عشان ينزل بالسفينة الفضائية. وبعد ما الولاد خرجوا تاني، الكل جه يشوف بقى مين اللي على السرير ده، اللي خد مكانه وودي اللي طلع لهم من تحت السرير يا عيني. وقعد يبرر ان أندي كان متحمس شوية بس. وبعد تبريراته دي طلع بقى يرحب بالضيف الجديد ده، باز يطير، اللي اول لما نزل كان بيتكلم مع القيادة الكوكبية. ده فاكر نفسه رائد فضاء بجد، والعلبة بتاعته سفينته الفضائية كمان، وانه نزل على كوكب مجهول. فاول لما بيظهر له وودي بيوجه عليه الليزر على طول، بس بيطمن له بعدها لما شاف علامة المأمور على هدومه. وبيبتدي يحكي له قصته وان سفينته باظت وبتاع. فودي ما بيبقاش فاهم ايه اللي بيقوله ده، وبيعرفوا انه في اوضه أندي. وهنا بقى بتيجي باقي الالعاب اللي بتبقى مبهوره بيه، ومن الزراير بتاعته اللي بتخليه يتكلم. وهنا بطاطس اتريق على وودي لان يمكن وودي بيتكلم هو كمان، بس ده الزرار مش لازم يشد حبل زي وودي. وايه اللي جاب لجاب. فودي بقى بيغير وبيتضايق جدا منه. ولما سمع باز بيعرفهم بنفسه، شايف انه بيقول حرفيا الكلام المكتوب على علبته كلمه كلمه. فودي قال انه مجرد لعبه، بس باز بيبقى مصدق قوي انه رائد فضاء. فلما ودي بيقول لهم انه مش رائد فضاء ومش بيحارب الشر ولا بيطير، بيوريه انه بيعرف يطير وبيفرد جناحاته، فالكل بينبهر بيه. فودي بقى كبرت في دماغه وتحدى انه يطير. فباز هو كمان كبرت في دماغه ووقف على طرف السرير والى اللا نهايه وما بعدها، وراح ناطط. ومن ساعه ما نط والصدف قعدت تتوالى لغايه ما نزل على السرير تاني. فالكل انبهر بيه اكتر، وودي حاول يفهمهم ان ده مش طيران، ده اسمه وقوع بس بالشاكة، ولا كأنه قال حاجة. الباقي فضلوا حوالين باز مبهورين بيه. فبيتضايق وودي اكتر وبيقول انهم هيشوفوا هيفضل احسن لعبة عند أندي. بس للأسف يوم ورا يوم أندي بقى بيغير كل حاجة ليها علاقة بودي لباز، من بورنيتو البوسترات حتى السرير بقى باز. ومش أندي وبس، ده كل اللعب سابت وودي وقاعدين مع باز، حتى سلينكي. وفي آخر اليوم كمان أندي اختار باز ينام جنبه، وودي سابه في علبة اللعب مع الباقي. والصبح بيشوف ان أندي كتب اسمه على رجل باز زيه، فبيتضايق جامد قوي، وبيروح له وبيعرفه يبعد عن أندي. أندي ده بتاعه ومفيش لعبة هتاخده منه، وبيجر شكله. فباز قام له بقى وهيقلبوه خناقة، بس لما ودي زقه الخوذة اتفتحت. فباز كان فاكر نفسه هيتخانق من الهوا لغاية ما أدرك إنه كويس عادي، بس قفلها برضه احتياطي. وهنا بقى وودي قعد يتريق ويضحك ويهزق فيه شوية على موضوع الفضاء ده، لغاية لما سمع صوت سيد. والكل بقى راح يشوف الدول على مين المرة دي. سيد ده جارهم، الشخصية الشريرة في الفيلم اللي بيضحك ضحكة شريرة أوفر وبيكسر ويعذب لعبه.
والكل بيبقى خايف جدا منه. وباز لما بيشوف الوضع كان عايز ينزل يلحق العسكري قبل ما يفجره، بس للأسف سيد فجره. انتوا عارفين يا جماعة، وانا صغيرة كنت فاكرة سيد هو اندي، مش فاهمة ازاي يعني. وانا لوحدي اللي كنت كده ولا ايه؟ لو حد برضو زيي يكتب لي في الكومنتات، ما تحسسنيش ان انا لوحدي. تعالوا نكمل. مامة اندي قررت انهم يتعشوا النهارده في كوكب البيتزا، وودي سمع ان اندي لازم ياخد لعبة واحدة بس، فطبعا القلق تملك منه، وقرر انه لازم يفوز بالمعركة دي حتى لو اضطر تبقى المنافسة غير شريفة. والحل اللي اتوصل له ان باز لازم يختفي دلوقتي، فراح له يستنجد بيه وقالوا ان في لعبة غلبانة اتحبست ورا المكتب. فباز بكل سذاجة راح يلبي الندى وينقذها، بس اللي ما يعرفوش ان وودي خد RC وراح موجهه ناحيته عشان يقع ورا المكتب. شفتوا الخطة دي؟ حصل أبشع منها، اللي في آخرها باز بدل ما يقع ورا المكتب ويعمل الشباك. فودي انصدم، الموضوع كبر منه قوي. وهنا بقى RC بيعرف الباقي ان وودي اللي عمل كده، فبطاطس بيفضل يتهمه. والنهار لما باز بقى لعبة أندي المفضلة، والكل بقى هجم عليه لغاية لما سمعوا صوت أندي. الكل رجع مكانه، أما أندي بقى فضل يدور على باز. ولما مامته استعجلته اضطر ياخد وودي معاه. ومين بقى اللي شاف وودي في ايد أندي؟ باز. فاستحلف له طبعا حقه، وراح جري ومسك في العربية. وفي أثناء ما هم رايحين لكوكب البيتزا، الباقي كانوا عمالين يحاولوا يشوفوا طريقة يوصلوا بيها لباز. نرجع تاني للعربية اللي وقفت عشان تحط بنزين. وهنا بقى بنشوف وودي وهو عمال يفكر ازاي يقنعهم انها كانت حادثة وما كانش يقصد. بس الفرج جاله لوحده لما شاف باز بخير. هو مش بخير قوي الحقيقة يعني، وبيبقى ايه بقى متعصب من وودي جامد قوي. وودي غلبان وفرحان انه كويس وفاكره هيرجع معاه البيت ويعرفوا انها كانت حادثة. بس باز مسك في زمارة رقبته وخناقة، وبوكس من باز على كام بوكس من وودي. وفي اخر الخناقة دي محدش طلع منتصرا عشان اندي سابهم ومشي. فودي انهار بقى وجاله حالة هلع انه بقى لعبة ضايعة، وازاي اندي ما خدش باله انه مش في العربية، وقعد يعيط. وهو في الحالة البائسة دي باز لسه مكمل في موضوع الفضاء، وراح مكلم القيادة الكوكبية تيجي تلحقهم. فده بقى عصب وودي جدا واتحمق جامد، وفضل يقول له انه مجرد لعبة اطفال. فباز بكل برودة قال له انت عايش في وهم وتستحق الشفقة وصعبان عليا، وراح ماشي. فودي زهق بقى وقال المركب اللي تودي. بس في اللحظة دي شاف عربية مكتوب عليها كوكب البيتزا، ففرح جدا، بس افتكر انه لازم يرجع بباز والا محدش هيصدق انها كانت حادثة. فحاول ينادي على باز، طبعا طنشه. بس لما وودي قال له سفينة فضاء، باز عينه لمعت وراح مع وودي على اساس انه لو ركب هيلاقي طريقة يرجع بيها كوكبه. وفعلا ركبوا العربية. باز قعد بكل سهولة جنب السواق، لا وربط الحزام كمان واخر حلاوة. وودي شايف ان ده خطر طبعا وان باز عبيط وركب ورا، بس هو اللي طلع عبيط. السواق شغل التربو وبقى يمين شمال وما خلاش حاجة غير لما خبطت في وودي. فعلى ما وصلوا كان وودي يا عيني حالته تقطع القلب خالص، بس يلا حصل خير وراحوا داخلين المكان. بس طبعا انبهر من المكان، وودي في عالم تاني خالص عمال يدور على اندي، وفعلا لقاه. وفي الوقت اللي عمال يظبط نفسه عشان لما يقرب ينطوا هما الاتنين في عربية مولي، باز شاف سفينة فضاء عملاقة فما كدبش خبر وجري عليها. وودي لما شافه كان هيتشل، بس يعمل ايه، وراه على طول. واول لما دخل لقى من نفس اللعبة كتير جدا، ومع محادثات باز معاهم عرف ان رئيسهم هو الونش وهو اللي بيحدد مين يمشي. وفي اللحظة دي بقى وودي شاف سيد، هو اليوم باين من اوله، اصلا كانت ناقصاه. فبسرعة وودي خد باز واستخبى تحت اللعب وحاول يفتح باب عشان يخرج. وهنا بقى سيد خد واحد، بس للأسف تحتيه كان باز، وسيد شافه فطبعا مش هيسيبه وحدد هدفه ومسكه فعلا. فودي فضل يشد فيه، بس اللعب شايفين ان الونش رئيسهم ومحدش لازم يزعله. فودي رجله اتزحلقت وللأسف خدهم هما الاتنين. دول هيشوفوا أيام زي العسل. ده بسم الله الرحمن الرحيم كده بداية القصيدة كفر. وهم على باب بيته شافوا كلب سيد سكوت وهو بيقطع اللعبة اللي كانت معاهم. مشهد مرعب جدا طبعا. وسيد ما اكتفاش انه خلص على لعبته، لا جه الدور على لعبة اخته هانا الغلبانة وشدها من ايديها وجري على اوضته يعمل لها عملية من بتوعه، وما رجعهاش لاخته غير بعد ما عمل اللي في دماغه. فطبعا البنت اتفزعت من هول المنظر وجريت تقول لمامتها. فالحمد لله سيد ساب الأوضة وجري يدافع عن نفسه. فهنا بقى ودي بيتعرف على ألعاب سيد اللي من غير ما اتكلم واضح هيبقوا عاملين ازاي. كويس انهم عايزين اصلا. فودي بيبقى شايفهم وحوش واترعب اكتر بعد ما شافهم اتلموا على الباقي من عروسة اخت سيد، فجري على باز وكانت سنانه بتخبط في بعض. تعالوا نرجع بقى لاندي اللي اكتشف ان وودي ضاع، واللعب كلها سمعت الخبر. في اللي قال عليه انه هرب زي هام واستاذ بطاطس، وفي اللي خايفين عليه زي سليم وبو. بس الواضح ان وودي مش بخير، هو محتاج اللي يدعيله دلوقتي. سيد حالف لا ينطقه باستخدام أشعة الشمس الحارقة، وأول ما سيد أفرج عنه جري وحاول يهرب،
باستخدام باص كدرع بشري. ده طبعا بعد ما طفى قورته اللي ولعت دي. بس للأسف لقى سكوت في وشه، فزي الشاطر جاب ورا، والحمد لله باص لحقه برضه. بس للأسف حبل وودي شبك واتشد، فاتكلم وطلع صوت، والكلب سمعه 10/10 وطلع لهم، فكل واحد استخبى في حتة. بس حظ باز الأسود خلاه يدخل أوضة فيها التلفزيون شغال، والحظ الأسود كان جايب إعلان للعبة باز يطير. وهنا كانت الصدمة اللي نزلت على باز كالصاعقة. اكتشف الحقيقة المرة إنه مجرد لعبة وبس، وعشان يحطموا معنوياته أكتر كاتبين بالبنت العريض في الإعلان لعبة لا تطير. شوف يعني باز يطير لا يطير. فطبعا أحبط جدا، بس فجأة رفع راسه كده وحاول يثبت إنه رائد فضاء حقيقي ويقدر يطير، وغنى في دماغه كل أغاني بنك مصر الجميلة دي، واداها واحدة إلى اللانهائية وبعدها من قلبه، وهوب راح طاير، وهوب راح نازل بالتصوير البطيء على جدون رقبته، ودراعه اتكسر كمان. والله صعب عليا جدا. وهنا بقى بيقع في قرفة هانا. وبعد ما كان باز يطير، رائد الفضاء بجلالة قدره حولته لأبلة اسمت، وقاعد في قعدة شاي لطيفة يحتسب قهوة مع البنات اللي ست مقطع دماغتهم كلهم. والله ما فيش غير هانا دي اللي صعبانة عليا. ودي بقى شافه بالمنظر ده، فأول لما هانا خرجت جري عليه، وباز كانت حالة صعبة الحقيقة، اتجنن خالص يا عيني، وقال له ودي مش شايف البرنيطة، أنا بقيت أبلة اسمت. فراح ودي مديله بالقلم، والحمد لله فاق. ومن صياح باز ده جاب لودي فكرة الشباك، وراح فعلا نادي على أصحابه ورمى لهم الحبل. بس بطاطس راسه ألف سيف ودي ما يرجع بعد اللي عمله في باز. فودي بكل ثقة قال لهم إن باز معاه، بس هم دماغهم ناشفة وحالفين لا يشوفوه عشان يطمئن قلبهم. فودي راح ينادي باز وقال له مين دي ايدك؟ فباز حرفيا مديله ايده. ظريف قوي الولد. ودي يؤسفني ان اقولك اتصرف لوحدك، وبصراحة هو حاول، بس الكذب ملوش رجلين. دلوقتي بقى في نظرهم قاتل كمان، وطبقوا في الحكم وسابوه سيدي ربيه. وبعد انهيار ودي لف وشاف اللعب المتوحشة اتجمعت على باز، فجري يلحقوا منهم. بس الحقيقة ان هم مش متوحشين ولا حاجة، دول صلحوه زي ما صلحوا عروسة هانا. وقبل ما يتعرفوا على بعض سيد دخل، فكله جري ما عدا باز اللي خلاص فقد الشغف، وبالنسبة له الدنيا بقى كله رايح. يستاهل بقى. سيد طبعا ملقاش حد قدامه غير باز يفرقعه بالصاروخ الجديد، بس الحمد لله الجو قلب مطره، فاضطر سيد يأجل عملية إطلاق الصاروخ دي لبكرة. فودي بقى فضل يحاول يتكلم مع باز ويقنعه إن هم لازم يخرجوا من هنا، بس مفيش فايدة. فودي بقى حسسه بقيمة نفسه بجد، وإن اللعبة ما حصلتش، حتى هو يقدر يعمل جنبه، وإن أندي فعلا بيحبه. فكلام ودي أثر فيه، وراح وخرج ودي من القفص اللي اتحبس فيه ده بسبب سيد بسرعة بقى عشان خلاص عربية الرجال وصلت. بس قبل ما يهربوا سيد سحلهم وخد باز وطار. جه ودي يلحقه لا سكوت في وشه، ايه الكلب اللي مستنينهم على الواحدة ده؟ وهنا بقى جات له ودي فكرة واستعان فيها بألعاب سيد. وعشان الخطة تنجح أولا لازم يخلصوا من سكوت اللي واقف لهم على الباب ده، وفعلا نجحوا إن هم يخلوا هانا نفسها اللي تقفل باب البيت في وشه. وهنا بقى عرفوا يخرجوا ووصلوا لباز، فباز فرح وقال له يفكوا. بس الواضح إن ودي عنده خطة تانية واترمى على الأرض. فلما جه سيلو شافه قال يعزمه على العشاء، بس بعد ما يفرقع باز الأول وقبل ما يشغل الصاروخ بالظبط الخطة ابتدت. ودي اتكلم، فسيلو استغرب وافتكره بايظ، بس ودي مسكتلوش وقال له مين اللي بايظ ده يا بايظ؟ وهنا بقى ظهرت كل اللعب بتاعته وتوجه ناحيته. ودي ختم كلامه في الآخر بقوله إن اللعب بتحس وتشوف كل حاجة، يبقى تلعب حلو. فالولد اتسرع يا عيني وجري على البيت. خلاص سيد جات له عودة من اللعب، وهنا بقى استغلت الفرصة وجريت ورا عروستها الجديدة. وبس كده تمت المهم بنجاح. بسرعة بقى رجعوا البيت، دول خلاص ركبوا العربية وماشيين، بس ملحقهمش ومشيوا. لكن معلش بسرعة ورا عربية العزال بقى. بس اللي ما عملوش حسابه حصل، سكوت شافهم مش انتوا اللي طلعتوه بره، اهو جالكوا اهو، وجري وراهم وقفش في رجل وودي قبل ما يطلع على العربية. فباز ضحى بنفسه ونط عليه، وودي طلع وبسرعة عرف يفتح العربية وجري يدور على حاجة، والباقي لما شافه استغرب جدا. وهنا وودي لقى ارسي وراح رميه من العربية، فالكل طبعا اتجنن، ده عملها تاني. وعلى الرغم من كل اللعب ضده وحرفيا مسكوه عجنوه ضرب، إلا إن وودي عرف يوصل أرسي لباز ينجده، ومع كل ضربة لودي بقى أرسي وباز تلف بيهم الدنيا. بس في الآخر عدوا زي السكينة في الزبدة من تحت العربيات المسرعة، ونجحوا إن هم يخلوا العربيات كلها تخبط في بعض وحبسوا الكلب جوه. وهنا بقى هيرموا وودي من العربية، وقبل ما يترمي مس على أستاذ بطاطس شالوا أجزاء وشه كلها وراح اترمى من العربية، واتقال له كلام صعب جدا زي في داهية وإلهي ما ترجع. والله دول لو معاهم قلة كانوا كسروها وراه. ومش كده وبس، أرسي جاي مسرعا طبعا راح شايل وودي من على الأرض. بس هو كويس لا تقلقوا، ويلا بقى شغل التربو وانطلقوا.
ولما قربوا اللعب شافوا باز مع وودي وعرفوا ان هم غلطوا في حقه وحاولوا يساعدوا. سلينكي نزل ومسك وودي، وهنا بقى احلى مشهد. ار-سي بطاريته فضيت فبقوا ماسكين في سلينكي ويتشدوا مع العربيه، وسويت بقى وايه والدنيا والعه، وعيلة اندي قاعدين في العربيه واخر حلاوه بيسمعوا هكونا بطاطا حجم نغمها لذيذ. لو عايزين تتفرجوا على الفيلم مصدر هذه الاغنيه هتلاقوه في الاي دلوقتي. يلا نكمل. طبعا سلينكي جاب اخره وسابهم وراحوا فارتك استاذ بطاطس. اما باز بقى جات له فكره عبقريه ان هم يولعوا صاروخ، ومن تحقيق سيد مع وودي جابت له فكره الشمس وراح موجه الصاروخ للشمس وفعلا ولع. وقبل ما تكمل فرحتهم جات لهم لحظه استيعاب مفاجاه ان هم ولعوا الصاروخ المفروض هينفجر، بس تولد بصراحه وانطلاق. واول لما قربوا من عربيه العزال وودي ساب ار-سي فنزل في العربيه وفرتك استاذ بطاطس برضه، بس المره دي مفضلش غير رجله على الارض. اليوم ده مش يومك خالص يا استاذ بطاطس. وهنا بقى خلاص الصاروخ طلع لفوق وهينفجر، بس مش النهارده. وباز راح فارد جناحاته وطاير، فودي اتصدم ان باز بيطير، لكن باز عرفه ان ده مش طيران، ده اسمه وقوع بس بالشياكه. ما احنا متفقين على كده بقى ولا ايه؟ وطار بودي للهدف الاصلي عربيه اندي ونزلوا جنبه بالظبط. فاندي اول لما شافهم ما صدقش نفسه وطار من الفرحه. لا ومامته بكل ثقه بتقول له شفت مش قلت لك هتلاقيهم مكان ما سبتهم؟ قال يعني. ومرت الايام وجابت راس السنه، وده معناه هدايا جديده، وزي ما بدأنا الفيلم هننهيه، بس واحنا معانا باز اللي كسب عيله جديده، وودي كسب صديق جديد. بس تخيلوا في هديه فيها كلب. دول داخلين على ايام زي العسل. واستاذ بطاطس اخيرا كسب مدام بطاطس وحلق لها شنبه كمان. يلا يا سيدي نهايه سعيده. وكده بيكون الفيلم خلص، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنوني في الجزء التاني.